بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. رفع الله أقداركم وحقق الله آمالكم ويسر أموركم وجعلكم جميعا من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. نلتقي في هذا المجلس الختامي في هذا المسجد المبارك بحضوركم جملتم هذا اللقاء. أسأل الله أن يثقل موازينكم بالحسنات. وقبل أن أبدأ حديثي، شيخنا الذي قرأ، الشيخ عادل، قرأ أواخر سورة الزمر. نسأل الله أن نكون ممن يقول يوم القيامة، يعني في الجنة إن شاء الله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. كيف استقبل الملائكة أهل الجنة وكيف استقبلوا الذين قبلهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى آخر ما تعلمون من الآيات. ثم تأتي الآيات المبشرات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وكأن الله يعطينا يعني رسالة قوية، كما تجتمعون في دار الدنيا على العمل الصالح، فربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. كما اجتمعتم على العمل الصالح، على الطاعات والعبادات والقربات والباقيات الصالحات في دار الدنيا، ربنا عز وجل يكون جزاؤه لهؤلاء أن يدخلهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. طبعا هذا تفضلا من الله، لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة منه وفضل، فنعم أجر العاملين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى العمل الصالح، ونسأل الله القبول. في هذا المجلس الختامي من مجالس الفقه المالكي أجتهد في تقديم بعض الأفكار، الملخصات، المعتصرات لهذا الموضوع. لابد من مقدمة خفيفة تنصرف إلى جملة من النقاط. من هذه النقاط أن الجامع رسالته متعددة الأبعاد. رسالة الجامع، المسجد اسمه يدل على مضمونه، ذي الجامع، يعني رسالته متعددة الأبعاد. البعد الإيماني التعبدي: أنا عبد ربي ونمليل ونعبد ربي ونظال ونحظى بالأجر الموعود. صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 جزءا، وفي رواية ضعفا. إذن هذا الأجر الموعود نناله بالمحافظة على صلاة الجماعة. البعد الإيماني التعبدي يتحقق في الجامع، والبعد التربوي الأخلاقي الضابط للسلوك أيضا يتحقق في الجامع من خلال ما نتلقاه من أئمتنا من إرشادات وتوجيهات تربوية أخلاقية تضبط حركتنا في جميع مناحي الحياة. والبعد الإصلاحي، فالمسجد والجامع له بعد إصلاحي لا بد أن يحرص القائمون على المساجد من أجل تحقيقه. هذا البعد الإصلاحي مطلوب، خاصة في هذا الوقت الذي أفرز جملة من الهموم والقضايا والمنازعات التي لم تكن في سابق القرون على وجه القطع واليقين. ثم نأتي البعد التعليمي، فالبعد التعليمي، البعد العلمي مطلوب. لا شك أن هذا البعد لا يتحقق إلا بعقد مجالس
علمية وبحلقات علمية. نسأل الله التوفيق والقبول. هذه نقطة أولى، النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية ضرورة العودة إلى الكتاب، كما نقول بالدارجة نربي والكبد على الكتاب. ذي الزمان الله غالب، زمان الانترنت، زمان البورتابل. يعني في الحقيقة هذه التكنولوجيات قدمت الكثير للبشرية يقينا، اختزلت المسافات وقربت البعيد ووفرت العديد من الإمكانات والخدمات لبني البشر، ولكن في المقابل مع الأسف عطلت ودمرت ومزقت. والوسائل لا حكم لها كما يقول الفقهاء. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالوسائل، فالأحكام تتعلق بالمقاصد، لأن الوسائل لا حكم لها. الاستخدام السيء للتكنولوجيا يؤدي إلى إحداث ألوان من الدمار، ومن ألوان الدمار هذه الشقة، هذا الشرخ القائم بين معظمنا وبين الكثير منا وبين الكتاب الورقي وهو الأصل، فضلا عن أمات الكتب وأمهات الكتب التي لا بد أن نتصالح معها من جديد. وقد استمعنا جميعا إلى مقاصد هذا المشروع، نسأل الله التوفيق والقبول. ثم نبدأ بالفقه المالكي. المذهب المالكي، المدرسة المالكية مدرسة كسائر المدارس، لابد أن ندرك هذه المسألة. وهذه المدرسة تغذي وتثري المنظومة الفقهية الإسلامية. فالاختلاف القائم بين هذه المدارس الفقهية، بين مدرسة أهل الرأي من جهة ومدرسة أهل الحديث، الأولى مقرها في المدينة والثانية مقرها في بغداد في العراق إلى غير ما تعلمون، إلى آخر ما تعلمون. والمدارس الأخرى المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، هذه مذاهب فقهية هي روافد للفقه الإسلامي، هي مدارس تغذي المنظومة الفقهية. وبالمناسبة أفتح قوسا مهما، العديد من المؤتمرات العالمية التي أبرمت في المدن الكبرى، في مدينة لاهاي وفي مدينة بون وفي المدن الكبرى في العالم، كلها تؤكد على ما يلي. الأمر الأول أن الفقه الإسلامي باختلافاته العديدة، هذا الفقه وهذا الاختلاف يمثل ثراء للفقه الإسلامي، وهذا ما اعترف به هؤلاء. الأمر الثاني أن الفقه الإسلامي بجميع مدارسه الفقهية يشكل مصدرا مهما للقانون. دي فكرة قوية جدا قالها أولئك، قالوا بأن الفقه الإسلامي بمدارسه الفقهية يشكل مصدرا مهما للقانون، سواء القانون الخاص أو القانون العام. بالمناسبة نلمس هذا الأثر في العديد من الأدلة، في العديد من المظاهر. أذكر على سبيل المثال اتفاقية 1989 التي أشرفت عليها هيئة الأمم المتحدة ودخلت في حيز التنفيذ في 1990. بالمناسبة صادقت عليها الجزائر، وبمصادقة الجزائر عليها صارت تشكل النظام القانوني الجزائري، بمعنى وعملا بالدستور وهو أعلى وثيقة في البلد. هذه المعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر تسمو على القانون. أذكر هذه الاتفاقية على سبيل المثال في المادة 20 في الفقرة الثالثة نصت على النظام الإسلامي في بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات، أشارت إلى القانون الإسلامي، أحيانا النظام الإسلامي، أحيانا القانون الإسلامي، أحيانا الشرع، ولكن هذا المصطلح نادر في هذه المواثيق الدولية.
نذكر أيضا المنظومة القانونية الأوروبية، منها أقوى قانون في العالم هو القانون المدني الفرنسي، لو كود سيفيل فرونسي. هذا القانون المدني الفرنسي يعتبر المصدر الرئيس لجميع القوانين المدنية في العالم بلا استثناء، أقول بلا استثناء. إذن هذا القانون المدني الفرنسي الذي يعتبر هو المصدر الأول لجميع القوانين المدنية، نجد حينما نقرأه بالمنهج الاستقرائي يتجلى لنا على وجه القطع واليقين أثر الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي خصوصا. يعني لو كود سيفيل فرنسي يرفض أطاس تمثال سي الفقه الإسلامي وسي الفقه المالكي بالذات الذي كان مطبقا في الأندلس وفي غيرها. بالمناسبة بونابرت نابليون هو يقول، وما هو معروف، قال: كان لا أفتخر بالمعارك التي انتصرت فيها وهي كثيرة، ولكن يكفي أن أتذكر هزيمة واحدة تنسيني جميع الانتصارات، ولكنني أفتخر بالقانون المدني الفرنسي. يا عجبا، هذا القانون هو في الحقيقة بضاعتنا ردت إلينا. لو كان مثلا في مجلس من المجالس العلمية نرفدوا مقاطع بالكود سيفيل قانون المدني الفرنسي، بعضها نلقاوه في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، بعضها يروح للذخيرة، بعضها في المدونة، البعض الآخر في الموطأ اللي هو المصدر الأول للفقه المالكي، والكثير في سيدي خليل، يعني المختصر الفقهي للشيخ خليل. لعلنا نلتقي في مجلس من المجالس لنبرز أثر الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي خصوصا في المنظومة القانونية الأوروبية عموما وفي القانون المدني الفرنسي خصوصا. إذن بضاعتنا ردت إلينا. إذن من واجبنا أن نحسن التعامل مع هذه المدارس الفقهية ومع المذهب المالكي على وجه الخصوص، باعتباره يشكل ركنا ركينا لمرجعيتنا الوطنية في الجزائر. الآن نروح نبين أهم السمات التي يتميز بها هذا المذهب المالكي أو الفقه المالكي أو المدرسة المالكية. طبعا عملا بالقاعدة المعروفة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. دعوني أركز على السمة الأولى أو الخاصية الأولى التي تتمثل في تنوع أصول المذهب المالكي. تنوع الأصول. ما هو المقصود بهذه الخاصية وبهذه السمة؟ يعني المذهب المالكي، الفقه المالكي له أصول كثيرة. إن شئتم نقسمها إلى قسمين: الأصول النقلية والأصول العقلية. تتمثل الأصول النقلية في الكتاب والسنة. القرآن الكريم هو المصدر كما تعلمون. ربنا قال في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الآية 18 من سورة الجاثية. الآية الأولى الآية 9 من سورة الإسراء. وحينما نقرأ آيات القرآن نجد في القرآن آيات الأحكام وهي كثيرة جدا، خاصة في القرآن المدني الذي يتميز بالبعد التشريعي. هذه سمة من سمات القرآن المدني الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة النبوية، وهذا معيار من معايير التمييز بين المكي والمدني كما تعلمون. لذلك نقرأ في القرآن الكريم العديد من الأحكام المبثوثة في آياته، والحمد لله رب العالمين. والمذهب المالكي والفقه المالكي طبعا يعتبر القرآن هو المصدر الرئيس للفقه المالكي. ثم نأتي للسنة النبوية الشريفة الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث. وقد قيض الله عز وجل في الأمة
من يخدم هذه السنة النبوية، وهي المنبع الثاني، الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. قيض الله عز وجل من يخدم هذه السنة النبوية. ولعلي أذكركم بمقدمة ابن الصلاح والدرر المبثوثة في هذا السفر الجليل، وكذلك الكتاب الثاني الذي له صلة مباشرة به، وهو التبصرة والتذكر الحافظ العراقي في مصطلح الحديث. وإن شئتم نتذكر في التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد، ما قاله عبد الله بن المبارك ربي يرحمه حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث. قيل له: يا إمام، هذه الأحاديث الموضوعة. فقال لهم: تعيش لها الجهابذة. ثم قال قولته المشهورة: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والسنة النبوية الشريفة من خدامها الإمام البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، الحاكم، الإمام الحاكم في صاحب المستدرك، والإمام أحمد صاحب المسند إلى غير ذلك، والإمام مالك صاحب الموطأ. والموطأ هو كتاب حديث وفقه وأدب. هذه الخلاصة، خلاصة ما قاله العلماء في كتاب الموطأ. قالوا: كتاب الموطأ للإمام مالك لإمام دار الهجرة هو كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب أدب، نتعلم منه الفقه والحديث والأدب، فضلا عن فتاوى الصحابة وأقوال وفتاوى التابعين رضي الله عن الجميع. وإذا استدعينا ما قال يعني مقدمة ابن خلدون، ونقتطع يعني نقرأ فقرة من الفقرات الواردة في هذا الكتاب المهم، وهو المقدمة ابن خلدون، وهو يؤرخ للعلوم. أرخ لعلم الأصول، وقال أن هذا العلم كان الصحابة في غنية عنه، كما قال هو في المقدمة: لم يكن الصحابة في حاجة إلى علم الأصول ولا إلى قواعده، لاعتبارات كثيرة، لأنهم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يدركون مواطن التنزيل، لأنهم يعرفون أسرار اللغة العربية، وإلى آخر ما يتمتع به الصحب رضي الله عنهم. ولكن هو يقول ابن خلدون، يقول: ولما افتح القوس ولما أصبحت العلوم فنونا ظهر علم الأصول، وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ثم وصل به الحديث إلى علم الحديث، إلى كتب الحديث الذين خدموا السنة النبوية. هو يقول يتحدث عن المناهج الحديثية في خدمة هذه المناهج، مناهج الصناعة الحديثية في خدمة السنة النبوية. هو يقول مرة أخرى افتح القوس: وسيد الطريقة الحجازية، لنتحدث عن خصائص الطريقة الحجازية التي خدمت السنة النبوية بإتقان وعمق. ثم يقول مستطردا: وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. كان في غاية الأدب. وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك رحمه الله تعالى. أغلق القوس. إذن هذا الكلام نقرأه في كتاب المقدمة ابن خلدون، ونقرأه عند الخطيب البغدادي، وعند الكثير من العلماء الذين تحدثوا وأرخوا للصناعة الحديثية في التاريخ الإسلامي. أقول: تنوع أصول الفقه المالكي، قلنا القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، وثم الإجماع والقياس. طبعا كل هذه المصادر هذه الأصول معمول بها في الفقه المالكي، وقد أشرنا إليها في حلقاتنا السابقة. ثم العرف والمصالح المرسلة والاستصحاب وشرع من قبلنا، كل ذلك أشرنا إليه. وتميزت المدرسة المالكية أيضا باعتبار عمل أهل المدينة أصلا من الأصول المالكية لعدة اعتبارات، لأن المدينة المنورة هي أيضا مهبط الوحي،
مهبط الوحي في مكة والمدينة، فالمدينة هي أيضا مهبط للوحي الكريم، عاش فيها العديد من الصحابة الذين يعرفون أسباب النزول وأسباب الورود بالنسبة للسنة النبوية، ويعرفون الكثير ومقامهم لا يضاهى. إذن فعمل أهل المدينة معتبر في الفقه المالكي، وقد ذكرنا أمثلة في لقاءاتنا السابقة. وسد الذرائع أيضا تميز به الفقه المالكي، وكذلك مراعاة الخلاف، وهذا الأصل هو أصل من الأصول المالكية، مراعاة الخلاف. بعض العلماء يعتبرون هذا الأصل يعني طريقة منهجية إصلاحية بين المذاهب الفقهية. فالفقه المالكي اعتبارا لهذا الأصل المهم مراعاة الخلاف يسمح بالخروج عن المذهب لاعتبارات معينة أشرنا إليها في موطنها، أو إلى بعض منها في موطنها. إذن من أصول المالكية الأصل الكبير المهم مراعاة الخلاف. طبعا الحديث يطول ونحن نتحدث عن هذه الأصول فهي كثيرة. إذن من خصائص المدرسة المالكية تنوع أصول الفقه المالكي. أيضا مما يتميز به الفقه المالكي كثرة مصادره. هنا أحب الإشارة يعني لبعض الكتب. أشرنا إلى الموطأ هو المصدر رقم 1. ثم زواروث ثارقة ثم زواروث انتموسني ذي الفقه المالكي ذي الموطأ. أنا غادر ثيض المدونة للإمام السحنون. هذه المدونة لا يمكن الاستغناء عنها على وجه الإطلاق، وهي سفر جليل مهم. نسأل الله أن يكون مجالا للدرس والشرح في فرصة من الفرص من أي شيخ من الشيوخ. فلا بد أن نتعاون جميعا لبسط وتبسيط هذه المراجع للناس جميعا، فكلنا في حاجة ماسة إلى الاستفادة من هذه الكتب، إلى هذه المواريث التي تركها هؤلاء. فالمواريث المادية لا تحتاج إلى وصية. اللي مات وخلى حانوت وخلى الدار وخلى الأرض والله ما يحتاج الوصية. أي واحد يموت باباه يخلي التركة على باله بكلش، يروح يدير الفريضة، على باله بروسيدور الإجراءات أسيدي، ويجيب الإكسبير. المواريث المادية لها حماة، لها حراس، ولا تحتاج إلى وصية. ولكن المواريث العلمية هي التي تحتاج إلى وصايا. هذه خذوها نصيحة من أخ يحبكم بلا حدود. هذه المواريث المعنوية هي التي تحتاج إلى وصايا. المواريث المادية تنتقل من المورثين إلى الورثة عبر الفريضة. ربنا هو الذي قال في سورة النساء الآية 12: فريضة من الله، حينما قال آباؤكم وأبناؤكم لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أما المواريث العلمية المعنوية هذه لا تنتقل بالفريضة، بل من أراد أن يرث فليرث ما يشاء وبلا حدود. أقول نرجع، ذكرنا كتاب المدونة والحديث عنها يطول للإمام سحنون. نعود إلى كتب أخرى، على سبيل المثال المختصر الفقهي للشيخ خليل، أذكره في المرتبة الثالثة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه يسمى في فضائل العلم والمعرفة الفقهية يسمى بالتاج الأغر. أنا عاميه سيدي خليل سمى ناس التاج الأغر، وقد تناول جميع أبواب الفقه بلا استثناء. هذه مسألة مهمة.
تناول جميع أبواب الفقه. اسم المختصر الفقهي نكون قرأ سيدي خليل، نعم، للشيخ خليل رحمه الله. الاعتبار الثالث أن هذا سيدي خليل له وزن كبير في الجزائر عموما وفي هذه المنطقة خصوصا، كيما رانا جميعا نسمعوا أب سيدي خليل إلى وان دقارا إمغار زكاكيني أنروح الشرع عن سيدي خليل. يعني كي يصرى أي إشكال ولا إشكال فقهي ولا إشكال عقاري ولا واش يقول، نروحوا للشرع عن سيدي خليل، هكذا يقولوا. الشرع طبعا هو لا يستوعب جميع الشريعة أبدا، ليس هذا المقصود، ولكن نفهم المجاز. الشرع عن سيدي خليل إذن هو مرجع أساس في الجزائر عموما وفي المنطقة خصوصا. حدثني بالسند العالي أحد الشيوخ، قال لي في واحد الجامعة من الجوامع جهة زكري، قال في هذا المكان، قال هو يحكي على روحه، قال حضرت الشرح أو الختمة رقم 55 لسيدي خليل في هذا المكان. هو يقول الختمة رقم 55 لسيدي خليل، باش نقول فقط إخواني الكرام أن أجدادنا أعطوا عناية خاصة للفقه المالكي وخصوصا سيدي خليل. على بالكم عندنا واحد اسمه الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي، الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي ناث منقلات، حفظ المختصر الفقهي في 3 شهور ونص، هذه بالسند العالي، يعني بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين. أحفظ المختصر الفقهي في مدة 3 شهور ونص، وهذا ليس غريبا. إذا كانت لابيس هذيك الصغيرة نتاع لا تكنولوجي ترفد ملايين المعلومات والأفكار، ماذا نقول عن المخ، عن الدماغ، هذه النعمة التي منحها الله لنا جميعا، ولكن من مدمرات العقول هذه التكنولوجيا، أو بالأحرى الاستخدام السيء للتكنولوجيا الذي يدمر خلايا المخ ويخلي طاقة الاستيعاب تضعف تدريجيا. إذن ما حصل ليس غريبا. إن شئتم اقرأوا تاريخ الحفاظ، نقرأ عن الإمام الفقيه الكبير الإمام البلقيني، الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، اقرأوا عن فلان، عن الإمام السيوطي والإمام فلان وفلان. وأحدهم حينما يشرب من ماء زمزم يقول يدعو الله عز وجل مثل هذا الدعاء كما فعل الإمام السيوطي وغيره، يقول اللهم ارزقني مرتبة كالإمام البلقيني في الفقه، ومرتبة في الحديث كالإمام مرتبة الحافظ ابن حجر، وكذلك فعل الإمام النووي، وكذلك فعل الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. إذن هؤلاء حينما نقرأ تراجمهم نقرأ سير أعلام النبلاء ونكتشف العديد من المعلومات التي تغذي عزيمتنا وتشحذ هممنا، وليس ذلك مستحيلا. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال الشاعر كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب، فكل من سار على الدرب وصل. إذن سيدي خليل بالمناسبة يعني عنده قبول كبير عند علماء الأمة، عنده أكثر من 100 شرح، أكثر من 100 شرح. حاضية المختصر الفقهي للشيخ خليل أكثر من 100 شرح. يعني كثرة هذه الشروح عندها دلالة واضحة على أن هذا الكتاب عنده قبول في الأمة وعنده قبول لدى صفوة الأمة من أهل العلم. وما قلناه عن المختصر الفقهي نقوله عن صاحب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وكيف استثمر القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بإبداع كبير في كتابه المعونة. ونقرأ لكتاب صاحب كتاب الذخيرة اللي هو الإمام القرافي، شهاب الدين القرافي، في كتابه الذخيرة.
ونذهب إلى القرطبي الكبير، القطب المالكي الكبير ابن عبد البر، سواء في كتابه التمهيد خاصة أو في كتابه الاستذكار. إذن عندنا خير كثير. نروح إلى الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وتعرفون ما هذه الرسالة حينما تطلق في مجال الفقه ينصرف الفهم إلى كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وإذا كان في مجال علم الأصول طبعا تنصرف الأذهان إلى الرسالة للإمام الشافعي. ويعني كلام كثير نقوله عن هذه الكتب، هي كتب مهمة. وغيرنا من المدارس الفقهية أيضا من باب الإنصاف تملك كتبا مهمة. ما دام حديثنا ينصرف إلى الفقه المالكي نركز على ذكر بعض هذه الكتب، وهي كثيرة وكثيرة جدا. إذن كل واحد، هذه رسالة أوجهها لإخواني، ليس شرطا أن الإنسان يقرأ كل هذه الكتب. أعمارنا لا تكفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أعمارنا لا تكفي. لو كان نشوفوا واحد عنده 90 سنة نقولوا واش رايك في الدنيا؟ يقول 90 سنة والو. ذا شو 90 سنة؟ الشيخ محمد الحسين الله يرحمه يقرأ ولاش تصبح يثور نسايثها مديث، ولا شيء يثور نسايثها في جريث. والحياة أقصر من أن نقصرها. أعمارنا لا تكفي، خاصة في هذا الوقت اللي نحن عايشينه، وأنتم تعرفون المثبطات والمنغصات والمضيعات المبددات للأوقات التي لا نحصيها عددا. إذن واش يبقى من العمر؟ واش يبقى من العمر؟ لذلك الإنسان يختار، ينتقي، يذهب إلى شيخ من الشيوخ. وأئمتنا جزاهم الله خيرا كثر والحمد لله، رفع الله أقدارهم ونفع بهم جميعا. تروح للإمام، تروح للشيخ، تقول الشيخ أنا انصحني. ممكن يقول لك أنت روح تقرأ، يدير معك جلسة ويصنفك. يقول أنت روح تقرأ ابن عاشر المرشد المعين. عبد الواحد بن عاشر ما شاء الله ممتاز ومريح، وإن شاء الله يكفي باش تكملوا في ربما في شهرين تكملوا فهما ودراسة واستيعابا للأحكام الواردة فيه. ربما يقول لك يلا انتقل إلى كتاب الرسالة. هكذا كان يفعل أجدادنا بالمناسبة قبل عصر الشهادات. نفتح قوس، قبل عصر الشهادات، لأن الشهادات من آثارها السلبية هذه. ولو الاهتمام كبير بالشهادات، الدبلوم والاحتفالات معليش دوك الناس اللي بغى يفرح، نسأل الله دوام النعم وتمامها. ولكن نريد لهذه الشهادات، لهذه الدبلومات، أن تحمل مضمونا يبرر الألقاب والأسماء. هذا هو المراد. أجدادنا بكري مناهجهم ليست هكذا. يقرأوا القرآن الكريم يحفظوه، ولا يمكن أن تسأل شخصا هل تحفظ القرآن؟ عيب تقول له هذا الكلام، يعني هذا سؤال لا يطرح. وبعدين يقرأوا مع القرآن الكريم بعد يقرأوا اللغة العربية. حتى في منطقتنا بالمناسبة، المنطقة التي أنتجت اللي ولدت ابن معطي، يحيى بن معطي الزواوي، صاحب الألفية التي تدرس في كبرى الجامعات في العالم. وتعرفون الوزن العلمي لهذه المنظومة اللغوية. أجدادنا كانوا يدرسون ثاج الرمث الآجرومية، إيمانا منهم بأن الوحي الطاهر الذي أنزل كما قال القرآن في سورة الشعراء الآية 195 بلسان عربي مبين. فالعربية هي وعاء القرآن، وعاء السنة. لا يمكن أن تفهم أحكام القرآن ولا السنة النبوية إلا باللغة العربية. لذلك نجد علماء الأصول بعدما نصوا تحدثوا عن القواعد الأصولية التي تمكن الفقهاء والأصوليين من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، حرروا بابا كاملا عن الأدلة الأصولية اللغوية
العام والخاص والمطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد، ثم دلالة الألفاظ الواو والفاء، ثم إلى آخر ما تعلمون. كل ذلك موجود. ثم الأمر والنهي، متى يفيد الأمر الوجوب، متى يفيد الإرشاد والتوجيه، متى يفيد الندب والاستحباب إلى غير ذلك. افتح كتب أخرى تاع المعاجم أو معجم، اقرأ كتاب جمع الجوامع اللي وهو أعظم كتاب في علم الأصول لتاج الدين السبكي، وهو يقول في مقدمته: وخلاصة زهاء 100 كتاب في علم الأصول. لا يمكن استيعاب هذا الكتاب جمع الجوامع وهو خلاصة زهاء 100 كتاب في علم الأصول على وجه الإطلاق، إلا إذا استعنت بلسان العرب، إلا إذا استعنت بقطر الندى، واستعنت بمعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكذلك بثجرم مثل الأجرومية، ومتن ابن مالك يعني ألفية ابن مالك، وألفية يحيى بن معطي الزووي. لازم العلوم تتكامل ولا تتفاضل، العلوم تتكامل ولا تتفاضل. إذن أعود أقول أن كل واحد منا يحاول يأخذ كتاب من الكتب ويقرأه. قريت ابن عاشر، روح للرسالة، كملت الرسالة، روح المختصر الفقهي إلى غير ذلك. وبعدين رأسك يمتلئ بالعلوم والمعارف، بحيث أنك تستطيع بعد ذلك أن تتكلم في الفقه، وأن تستفيد من المدارس الفقهية الأخرى، وتدرك مدى الاجتهاد الذي قدمه الأئمة الأعلام. اقرأوا ما كتبه الإمام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كلام من ذهب للإمام ابن تيمية رحمه الله. نقرأ لتلميذه ابن قيم الجوزية، كتبه تصلح أن تكون دي موديول، مواد لعلماء النفس ولعلماء الاجتماع. اقرأ مدارج السالكين، وفي الفقه المقارن والمقاصد، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، شيء جميل جميل جدا. وفي مجال الفتوى لا يمكن الاستغناء عن مثل هذا الكتاب. إذن اجتهد، واجتهد في استثمار وقتك، كما قال عبد الفتاح الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابين جليلين: الأول صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، الثاني قيمة الزمن عند العلماء. وكان يعطينا النماذج الراقية للعلماء في استثمارهم للزمن. ومما ذكره عن الإمام البيروني الذي قال عنه المؤرخ الفرنسي سخاو أنه أكبر عقلية عرفها التاريخ. الإمام البيروني حينما جاءته الوفاة، حضرته الوفاة، يعني في لحظات الاحتضار الأخيرة، جاءه عواده، بعدين يقول لك الموت تعطي الراحة. اسمع لهم يتناقشوا في مسألة علمية، قال لهم كي تلقاو الجواب أعطوني الجواب. قالوا له: واش تدير بالمعلومة الآن؟ تراك رايح تموت. قالوا: أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها، هذه المعلومة الأخيرة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. ماذا نستنبط؟ الحرص الشديد على استثمار العمر إلى نهايته. ونحن مطالبون في هذا الزمن كما قلت الذي كثرت فيه المبددات المضيعات الأوقات. ربي يكون معنا، والأمر والله ما هو سهل. ربي يكون معنا، نسأل الله أن يوفقنا. بالمناسبة عندنا قاعدة ذهبية: إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. الذي قال لنا اتقوا الله حق تقاته هو الذي قال لنا ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذن تتأرجح عزائمنا بين هذين المستويين. أعود. إذن الكتب المالكية كثيرة، كل كتاب كي تقرأه تقول هذا يكفيني. إذا بقى لك العمر طويل وعندك الوقت روح الكتاب الآخر. وعليك أن تستشير الشيخ أو الإمام، هو الذي يرشدك. يقول لك هناك بعض المسائل اقرأها في المعونة، بعض المسائل تجدها في الرسالة، بعض المسائل تروح للموطأ الإمام مالك، البلاغات وهذيك المراسيل والسماعات لا تستفيد منها. ويقول لك غذي هذه بما ورد في البخاري ومسلم وكل المصادر. الحمد لله أن هذا الخير خير كثير. وقد قال العلماء زمان: اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. خاصة في هذا الزمان لمواجهة النوازل
التي يفرزها الواقع الطبي، الواقع البيولوجي، الواقع الاقتصادي. هذه الثورات، الثورة الطبية البيولوجية الاقتصادية والثورات الأخرى، أفرزت جملة من النوازل، من المستجدات، من المستحدثات. نكون في حاجة ماسة إلى استثمار الفقه الإسلامي جملة وتفصيلا. يعني ذي الطيق دي سبان ورفيق. لو كان أعطيك الآن بعض المسائل الاقتصادية، شفيتوا نهار اللي كان ظهر ما يسمى بالكلوناج، يعني الاستنساخ. كي نجحت عملية الاستنساخ نتاع دولي النعجة في خسينين دولي 1996 بعد 173 محاولة استنساخ نجحت. ظهر نقاش علمي كبير بين القانونيين رجال القانون وبين العلماء علماء الطب وبين الفقهاء. عرضت هذه المسألة على مستوى المجامع الفقهية للنظر الاجتهادي. هنا لابد من الاجتهاد، ماشي واحد ولا زوج، لا، لازم الاجتهاد الجماعي. نظر علماؤنا في هذا الموضوع، وكذلك المسائل الأخرى في مجال الاقتصاد، عقد السلم بصيغه الحديثة، عقد المرابحة بصيغته الحديثة، عقد الاستصناع، كل العقود هذه الجديدة. إن دخلنا عالم الشركات المختلفة، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. ربنا لم يحدد أنواع الشركات وأنواع العقود، فالأصل كما تعلمون في المعاملات الحل أو الإباحة إلا بنص. أما في العبادات كما تعلمون الأصل فيها الحظر، الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو الحرمة إلا بنص. أما في مجال المعاملات الأصل في المعاملات الحل أو الجواز أو الإباحة إلا بنص. لذلك أفرز عالم الشركات أفرز أنواعا من الشركات. إذا شئتوا افتحوا أيضا مجال العقود الإلكترونية هذه الحديثة، أفرزت جملة من المستجدات والمستحدثات أو ما نسميه بالنوازل التي تجعلنا نحن جميعا نبحث في هذه المنظومة الفقهية الكبيرة لنجد فيها ما يسعفنا. مؤخرا على مستوى الجزائر فقط إن شئتم، نهار اللي خرج النظام بنك الجزائر 20/02 بتاريخ 20 رجب 1441 للهجرة الموافق 15 مارس 2020، خاصة في المادة الرابعة وما بعدها، وهو يتحدث عما يسمى بالعمليات البنكية. طبعا هذه مصطلحات حديثة ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. نص على المرابحة، المشاركة، المضاربة سواء كانت مقيدة أو كانت مطلقة، وروح بعدين عقد الاستصناع وجميع العقود. لا شك أن الفئة التي تصدت لهذه المنتجات استعانت بما أنتجه الفقه المالكي. لقوا حلول وين؟ في الفقه المالكي. في الفقه المالكي هو الذي أسعف جميع المجامع الفقهية بالمناسبة، خاصة في هذه. إن شئتم اقرأوا المعايير الشرعية التي تمثل خلاصة ذكية للمعايير الشرعية الضابطة للعمليات الاقتصادية والأعمال وكذلك المنتجات والعمليات البنكية ذات الصلة بما يسمى بالصناعة المالية الإسلامية. إذن رانا في زمان نحتاج باش نروحوا لهذاك الغذاء وهذاك الثري في فقهنا الإسلامي. طيب نروح ربما سمة أخرى للفقه المالكي وهو البعد المقاصدي. إخواني الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى النظر المقاصدي، إلى البعد المقاصدي، خاصة في هذا الزمان. إذا كان في الزمان تاع العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وكذلك الإمام الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك الإمام الشاطبي أبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات، هو الذي يحدثنا في الجزء الرابع في الصفحة 160 في الصفحة اليمنى في المسألة العاشرة،
هو يرشدنا يقول، افتح القوس، يقول: والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا، افتح القوس. وبعدين يفصل في ظل الاستحسان والاستصحاب، يذكر بعض المسائل التي تقوي هذه الفكرة، النظر في المآلات، النظر في المآلات. إذن احنا النظرة المقاصدية أو البعد المقاصدي يتجلى في الفقه المالكي بشكل واضح، وقد أشرنا إلى هذا البعد المقاصدي في حينه من خلال الاستعانة بما ورد في الكتب الفقهية المختلفة، ومن خلال النظر فيما استجد في هذا الزمان من مسائل، سواء في فقه الأسرة أو في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في مجال المال والأعمال، وفي المجالات الأخرى. أما المجال العبادات فالحمد لله الأمة في راحة تامة، إلى ما يتعلق ببعض المسائل الخلافية التي لا تفسد للود قضية. يروحوا الحجاج يوصلوا المزدلفة، يلا كاين يقول لك نباتوا، كاين يقول لك ما نباتوش. دروك إذا كان رجعوا للفقه يلقاو الحلول، الحل الذي يسعف الجميع، اللي بات عنده أجر وما عنده الحق، واللي اكتفى بحط الرحال وأدى صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير قصرا، وبسم الله ما شاء الله يكمل المسيرة نتاعو، في ذلك خير، والله يبارك، بسم الله ما شاء الله. إذا نحتاج إلى هذه النظرة المقاصدية الكلية الكبرى. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مقصد كبير في شريعتنا، وهو التيسير ورفع الحرج، الذي دلت عليه النصوص التي لا نحصيها. نقرأ في سورة البقرة بعد يعني في صميم أحكام رمضان الآية 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو كيف ربي السر ذلي سر ثلاثا السر والذي مغارنا كي تسكن دعوة الخير. في سورة الحج الآية الأخيرة 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. في سورة النساء الآية 28: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. من هنا استنبط الفقهاء ما يسمى بالتخفيفات المختلفة، وقد تعرضنا لها في وقتها: تخفيف الإسقاط، تخفيف الإبدال، تخفيف التقديم، تخفيف التأخير، إلى غير ذلك. إذن البعد المقاصدي للفقه المالكي هذه سمة واضحة فيه. من مقاصد هذا المقصد، هذا البعد المقاصدي، تحقيق مبدأ التيسير ورفع الحرج. في خاتمة القول أقول أن ما ذكرناه من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، بحضور هذه الوجوه النيرة، جملتم هذا اللقاء بحضوركم. أسأل الله أن يثقل موازنكم بالحسنات. الحمد لله الذي وفقنا لهذا المجلس الختامي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكل من أسهم في هذه الأعمال العلمية جميعا، الله يعرفكم جميعا. أسأل الله أن يثقل موازينكم بالحسنات، وأن يكتب لكم ولنا جميعا حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين.